السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد حسن وفيديو جديد من قناة أهلاوي للأبد. فرحنا امبارح واتبسطنا، حفلنا على البليلة وعلى بيراميدز. ندخل بقى النهارده في الفنيات عشان الفنيات دي عالية أوي، والكولر يستحق بصراحة إن احنا نعمل له فيديو مخصوص ونقول الدنيا اتلعبت ازاي في الماتش ده. عشان الهجاص طلع قال لك ايه؟ قال لك الأهلي فاضي، فرقة فاضية، وكولر ده ما عندوش حاجة يقدمها، والأهلي هيتغلب من بيراميدز 2-0، وكولر اصلا مش هيقدر على بيراميدز. راح كولر مطرقعه ايه 3 على وشه على طول. احنا الرد في الملعب ما بنتكلمش. فالحمد لله نبدا كده نقول ايه، الاهلي بدا بدايه واو، ضغط عالي جدا من اول دقيقه في الماتش، لدرجه ان بيراميدز ما كانوش موجودين. يعني مصطفى فتحي كريم فؤاد حطه في جيبه، ما بقاش موجود. خط النص الكارتي مش عارف يطلع بالكوره. خط النص بتاع بيراميدز مخنوق خنقه مش طبيعيه. مفيش توريه البوركيني، توريه مش عارف يطلع بالكوره. اول تلت ساعه بالظبط يطلع الكوره تقطع ترجع للاهلي، هوب الضغط ده ايه، جون طبعا حكايه. عمنا الحراق الجديد الشحات هوب بين وسام ابو علي جاب جون حلو قوي. وسام طبعا هنقول عليه كلام كتير. بعد كده حصل استهتار شويه من النادي الاهلي العادي بقى، انه حاسس ان بيراميدز ده فرقه عاديه زيه زي الداخليه وزي طلائع الجيش، ما عادي يعني. فهوب لبسنا جون ما نلبسوش. انا لغايه دلوقتي انا بقول ان هو اوف سايد، شفته كذا مره، وخطوط الفار ده انا مش مقتنع بيها، يعني تحس ان هي مرسومه بالكيف. لكن كل ما اشوفها بطء الجون اوف سايد 100%. بس ما علينا، الجون اتحسب لمايلي او مايلي والدنيا تمام، وتعادلوا 1-1. هوب بدأنا الشوط الثاني برضه ضغط والكلام ده، جون ملوش لازمه. محمد الشناوي طلعه غريبه متعود عليها، بس لما بيكون مش في حالاته، يعني الشناوي في حالته ما يعملش الكلام ده. لما بيكون الدنيا لسه وراجع من اصابه بيعمل حاجات غريبه كده. طلع ورجع وراحت للفاضي احمد سامي. الفاضي ده انا قاصد طبعا كلمه الفاضي لانه هو لعيب فاضي. ليه لعيب فاضي؟ هوبا وبيحتفل يا ابني يا حبيبي خد عظم الناس. يعني افتكر بن حليب، افتكر وسام العبدي، افتكر ناس كتيره كانت بتحتفل قدام الاهلي وخدت على دماغها. الناس قالت لك ما تحتفلش قدام الاهلي الا لو انت في اوضه اللبس. انت متخيل؟ مش وانت في الملعب، مش لما الحكم يصفر، لا وانت في اوضه اللبس. احتفلت بدري يا سامي وانت فاضي، ما عندكش لاعب ابيض. فما علينا. جه الجون التاني في الاهلي وخلاص بقى 2-1، والبيراميدزاويه قال لك بس احنا ايه خلاص هناكل النجيله. يلا ضربة جزاء لمحمد عبد المنعم، الحكم ما شافهاش. طبعا الحكم عليه حاجات كتير، يعني نتكلم بصراحة. ضربة جزاء انا شايف ان هي تهور من محمد حمدي وتتحسب ضربة جزاء. في ناس كتيرة وخبراء التحكيم العالميين اللي عندنا في مصر كلهم قالوا لا دي ما تتحسبش، ضربة جزاء غير صحيحة. ما علينا يا سيدي، ضربة جزاء غير صحيحة. لينا ضربة جزاء لمحمد عبد المنعم، كلهم قالوا ان محمد عبد المنعم ليه ضربة جزاء. مايلي ده دايس على رجل محمد عبد المنعم جوه المنطقة، يعني ما فيهاش كلام، وما اتحسبتش. لينا كميه فاولات. امام عاشور طبعا خد ضرب امبارح ملوش حل، ولا الحكم ما كانش هنا. ما اعرفش ده هو التحكيم الاسباني كده، مع ان انا بتفرج على الدوري الاسباني بس ما بشوفش كده بصراحه. يعني كان الصفاره تقيله قوي للاهلي، سهله قوي للبيراميدز، ما اعرفش ازاي. ضربه جزاء للاهلي انا شايف انها صح. حمدي تهور، اتزحلق زحلقه غريبه، خد رجل حسين وقع. ما في ناس بقى بتقول لك مش هي بتاع، خلاص لينا ضربه جزاء وما اتحسبتش. ولينا كمان ضربه جزاء مليون في الميه بتاعت امام، اللي نصهم قالوا تتحسب والنص الثاني قال ما تتحسبش. يعني الاهلي ليه ضربتين جزاء ما اتحسبوش واتحسب لنا واحده. يا سيدي مش هي دي اللي هتعمل الفرق يعني. يسكت كده كولر؟ لا ما سكتش، امال عمل ايه؟ شوف بقى التغييرات عملت ايه. يروح ساحب مروان اللي كان اداؤه هدي وميل الدفاع اكتر، وراح منزل لنا الدبابه اليو ديانج. يسكت؟ لا. راح سحب طاهر ومنزل رضا سليم، وراح سحب اكرم، وراح سحب امام عاشور ونزل قفشه. قفشه انا شفته بيجري جاريه في الملعب، عمري ما شفتها بيجريها قبل كده. قلت بس الراجل ده نازل ايه، هيعلم عليهم. مفيش كام دقيقه وفي الدقيقه المفضله لقفشه ويوم الجمعه والقضيه تاني، بس في بيراميدز بقى. يعني شوف يا شاه السميع العليم، جماهير البليله تحزن مرتين: حزن لخساره بيراميدز اللي جايين يشجعوه بالوجبه، وحزن عشان يفتكروا القضيه اللي معلمه في دماغهم في نفس الدقيقه وفي نفس الثانيه وفي نفس الجون وبنفس اللاعب. يدخل محمد مجدي قفشه، انا اول ما استلم الكره قلت له شوط،
الراجل ما كدبش خبر، هوب لفها لف الجاتوه، حاجه كده من بتاعت قفشه. مدير بقى الفني بتاع بيراميدز ما بقاش عارف يعمل ايه، وكان طبعا غير تغييرات دفاعيه قبلها، احمد توفيق ومش عارف زلاكا، خلاص خسرت الماتش. هو كان عايز يحافظ على نتيجه 2-2 بس ما قدرش. طوفان اهلي، حسين الشحات امبارح متالق على غير العاده، طاهر لغايه ما خرج كان كويس جدا. وسام ابو علي فرود الاهلي كان بيدور عليه بقاله فتره كبيره، طويل بيلعب بالهيدر كويس، لسه ما جابش طبعا اجوان بالهيد لكن جايه ان شاء الله. تمركزه جوه المنطقه حكايه، بيتسند عليه حلو جدا، بيتحرك تحركات حلوه جدا ما شاء الله عليه. خط النص امبارح اكرم رجوله، مروان لحد ما طلع كان كويس جدا دفاعيا، هجوميا يعني حاول في كورتين كده من بره المنطقه. امام امبارح ما كانش حلو، بس انا بقول عشان الضرب، لانه شاف عنف امبارح ما شافوش قبل كده، كان كله ضرب امبارح مفيش شتيمه بس. يعني امام اتضرب كتير امبارح والحكم ما كانش موجود. كريم حافظ قبل ما يطلع المفروض كان طرد، يعني لو اتكلمنا برضو من ضمن اخطاء الحكم طرد، ده بوزو حتى انذار يا اخي، ده ما خدش انذار. ايه تاني؟ خط الدفاع نحمله بقى، يعني يتحمل محمد عبد المنعم ورامي كمان الاكتر، يتحملوا الهدف اللي جه، الهدف الاول. والشناوي طبعا الهدف الثاني ده بتاعه مالوش كلام. خالد كان كويس جدا امبارح، تحس ان هو في الملعب ما قعدش دكه خالص. كريم بيأدي كويس جدا في الباك الشمال على الاقل دفاعيا. طبعا هجوميا مفتقدين علي معلول، طبعا كريم بيحاول وبيروح وكده لكن مش مكانه، فنعذره طبعا. فالحمد لله الاهلي امبارح فنيا كان عالي جدا. كولر معلم استاذ ورئيس قسم تكتيك وجمل وتغييرات وكل حاجه. يعني في ناس بتقعد مش لاقيين بقى في الورد عيب وبيقولوا له احمر خدين، طب ليه ما تبداش بقفشه، طب ليه مش عارف ما تبداش. يا عم انت مالك، هو الراجل شايف الكلام، هو عارف يبتدي مين وبينزل مين وبيغير مين وده اللي بيفرق معاه. والراجل شغال في الاهلي ما شاء الله زي الفل، مشروع ل5-6 سنين قدام ان شاء الله. نحافظ على كولر والجهاز الفني ما شاء الله معاه سامي ومصان. لما شفنا قام ضيق، يعني لقطات كده شفناها حصري، ضيق انتوا موسعين الملعب ليه؟ ضيقوا الراجل اهو موجود وبيعمل بيوجه اللعيبه من على الخط. خالد بيبو موجود، الناس كلها في الاهلي ما شاء الله عليهم. فالاهلي باذن الله رايح للدوري ال 44، كلنا في ظهرك يا اهلي. عندنا ماتشات جامده جدا، عندنا انبي وعندنا زد وعندنا المصري وعندنا فيوتشر رايح جاي وعندنا بيراميدز تاني. يعني الماتش جاي هنلاعب فيوتشر او مودرن بقى بمسمى جديد، هوب نروح نطرع بيراميدز تاني. خلاص السلوه بتاعتنا السنه دي ان شاء الله. الماتش الجاي برضه فوز، كسبنا ماتش بيراميدز اللي بعده ده خلاص شكرا، الدوري بتاعنا باذن الله. فان شاء الله كولر واحد مطمن معاه، الراجل بيلعب بحسابات العقل. اللعيبه كلها جاهزه زي ما احنا شايفين ما شاء الله. يا رب بس يحمي اللعيبه من الاصابات. شفنا عمرو السولية جات له اصابه، عمر كمال تعب وما قدرش يلعب الماتش. فالحمد لله يعني ان شاء الله يكون الاهلي جاهز لكل الماتشات اللي جايه، علشان ماتشات مهمه كلها ماتشات كؤوس. يعني كل الماتشات اللي فاضله للاهلي دي ماتشات كؤوس، لازم تكسب وتاخد ال3 بونت. فباذن الله كلنا مع الاهلي. مبروك للاهلي مره ثانيه، ونشوفكم في فيديو جديد مع اهلاوي الابد. السلام عليكم.